سلامات للجميع وأهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الثانية. اليوم شو بدنا نحكي؟ اليوم بدنا نحكي عن كل المكملات الغذائية اللي أنا باخدها من فيتامينات ومن معادن. هدول شايفين هدول غيروا لي حياتي، وهدول بيقدروا كمان انتو يغيروا لكم حياتكم. بس بالمقابل في كمان كتير شغلات بدكم تسووها، رح نحكي عنها بهاي الحلقة اللي أنا كمان بعملها، لأنه هدول أي نعم إني بغيروا الحياة بس ما بكفوا لحالهم. أنا عهد زعبي، انتظروني بعد الفاصل، وما تنسوا تعملوا شير للحلقة، تحطوا لايك، تعملوا سبسكرايب، تشتركوا بالقناة لحتى تضلها فيديوهاتي تطلع لكم. انتظروني بعد الفاصل. ورجعت لكم بعد الفاصل. سلامات للجميع كمان مرة. في كم من نقطة مهمة بدي أحكي لكم إياها قبل ما أبلش أشرح أنا عن كل واحد من هدول. أول نقطة، لما بدكم تبلشوا تاخذوا أي فيتامين أو أي مكمل غذائي أو أي معدن، بلشوا خذوه بالعيار الواطي تبعه. يعني إذا بتطلعوا على العلبة هون مكتوب مثلا لازم تاخذوا حبتين، تاخذوش انتوا حبتين بالبداية، خذوا حبة لحتى تفحصوا جسمكم، لأنه مش كل الأجسام تتقبل كل هاي الشغلات. في أجسام عندها حساسية لأمور. أعطيكم مثال، مش كل واحد باكل عسل يعني هو وضعه بالسليم. في ناس تاكل عسل وبتنشفي، وفي ناس تاكل عسل وبتفوت على المستشفى. فانتبهوا من هاي الشغله. خذوا مثلا حبه بدل حبتين، مشوا لكم كم من يوم، كله تمام، تعالوا بعدين للعيار اللي انتم لازم تاخذوه. هاي اول نقطه لازم تنتبهوا لها. الشغله الثانيه، لما بتبلشوا تاخذوا مكملات غذائيه او فيتامينات خذوهن لفتره 3 اشهر بعدين وقفوا. مش عشان بعملكم مشكله، لا، بس انا بدي توقفوا لحتى تفحصوا جسمكم. هاي من جهه، ومن جهه ثانيه بديش جسمكم يتعود على قسم من المكملات الغذائيه هاي. اصلا الجسم هيك بده لحد 3 اشهر تيبلش يبين النتائج. فانتوا بتاخذوا 3 اشهر، بتوقفوا، بتريحوا، وانتوا هيك راح تفحصوا حالكم وبتشوفوا شو وضع جسمكم لما انتوا وقفتوا مثلا الاوميجا 3، شو تغير مثلا بجسمكم، وهيك انتوا كمان تكتشفوا حالكم. هاي الشغله الثانيه. ايش الشغله الثالثه؟ وهي جدا 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 مهمه، وهي فيش فيها مزح. اللي ممنوع ياخذوا مكملات غذائيه، فيتامينات، معادن او اي مكمل غذائي، اللي ممنوع ياخذوا اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده فشل كبدي، اللي تحت ال 18، المرأة الحامل او اللي بترضع، واللي باخذ حبوب تمييع دم. هدول الاشخاص ممنوع ياخذوا مكملات غذائيه او فيتامينات غير باستشارة طبيبهم، غير اذا طبيبهم قالهن خذوا هذا المكمل. فانتبهوا. وقبل ما نبلش هسه اشرح لكم عن كل منتج من هدول شو بيعمل بالجسم، في شغلتين مهمات صغار هن بس كثير مهمات ومفعولهم كبير، انا مجبور احكي لكم اياهم قبل ما ابلش. في نوعين فيتامينات، في فيتامينات اللي بتدوب بالمي زي فيتامين اي، بي كومبلكس، وفيتامين سي، وهدول ديروا بالكم حتى لو اخذتوا شوي صغير الجرعه زايده منهن تاع نقول بصيرش شيء، زي ما بفوتوا زي ما بيطلعوا بالبول. هذول النوع الاول. النوع الثاني من الفيتامينات هن الفيتامينات اللي بتدوب بالدهن، زي اهيد كي، يعني اي اتش دي وكي، كي 1 وكي 2. هدول في مشكله. هدول اذا انتم بتفوتوا شوي صغيره اكثر من اللازم على مدار فتره طويله ممكن يصير في تسمم بالجسم. فهي اول شغله انتم لازم تنتبهوا لها. الشغله الثانيه، مش معناه انتم بتاخذوا كل هاي الشغلات يعني وضعكم بالسليم. لا يا حبيبي، لا يا حبيبتي، وضعكم مش بالسليم. بالمقابل في كتير شغلات بدكم تسووها. بدكم تاكلوا منيح، اكل صحي، بدكم تتمرنوا، تحركوا جسمكم، بدكم تتنفسوا وتفوتوا اكسجين زي ما لازم على رياتكم. والشغله الرابعه اللي هي جدا مهمه، اللي هي النوم. وما ادراكم ما اهميه النوم. النوم جدا مهم. مش هسه اقعد احكي على النوم، رح اعود بعدين انا لقدام اعمل حلقه خاص نص على النوم واشرح انه قديش النوم مهم. فهدول الشغلتين انا بدي تنتبهوا لهن وتركزوا عليهن، وإسا بدي ابلش اشرح عن كل واحد من هدول. تعالوا نبلش بالمنتج الاول. تعالوا نبلش باول واحد، الجلوتامين. ديروا بالكم في شغلات انا راح احكي عنها بمختصر زي الجلوتامين عشان الحلقه ما تقعدش ساعه ونص، وفي شغلات بدي اطول عليها شوي صغيره لانه هناك مجبور اشرح لحتى تفهموا اكثر. الجلوتامين جدا مهم. شو بيعمل؟ اول شغله بيعمل ريكفري سريع بالجسم للاشخاص اللي بتتدرب. تمرنتوا اجرين 3 4 ايام اجريكم معضلين مش قادرين تقعدوا ولا توقفوا، صحيح؟ خذوا جلوتامين، يوم الثاني
الوضع تمام بالسليم، وتقدر ترجع تتمرنوا كمان مرة أجرين. فهي أول شغلة. ثاني شغلة بيساعد على الهضم، والشغلة الثالثة بيساعد على المناعة وبحسن من مناعة الجسم. وده زيد لكم كمان شغلة، مش قلت لكم بيساعد على الهضم بس، هو كمان شو بيساعد؟ الناس اللي بتعاني من القولون العصبي، هذا بيعملوا باختصار أقل عصبية. فالجلوتامين كتير مهم، كل يوم خدوا منه 5 ملي جرام. وهسه وصلنا للمكمل الثاني. على فكرة هذا مش هاي العلبة بس، هذا الاشي اللي بداخلها موجود بكل بيت بس مش كل الناس بتستعملوه، مش كل الناس بتضيفوا على طبيخها انتوا الاميات. كركمين. الكركم له كتير شغلات، بس بيساوي كتير شغلات بالجسم وله كتير فوائد، بس في فائدة واحدة ووحيدة فقط بدي احكي لكم عنها هسه، اللي هو بخفف من التهابات الجسم وبحمي الجسم انه ما يصيرش فيه التهابات. فالكركم جدا مهم. هات منك لسه للشغله الثالثه. طيب وصلنا هسه للشغله الثالثه، شو هي؟ السيموس. شو السيموس يا عاد؟ اول شيء انا متاكد قسم كبير منكم ما بيعرف شو يعني هذا السيموس. السيموس فيه 82% من المعادن اللي الجسم تبعكم بحاجتها، وال 18% الباقيات يا عاد مين بفوتن؟ تخافوش بتفوتوهم من اللحوم. والناس اللي ما بتاكل لحمه طبشوا راسكم، مش عارف مين ده كلكم بدك تفوتوهم، بس على كل اللي خدوا هذا بتفوتوا 82% من المعادن. وانتبهوا كل واحد فوق ال 18 سنه اجباري ياخذ هذا السيموس لحتى يفوت المعادن اللي الجسم تبعته بحاجتها. والمعادن اللي بيعرفش هن الف باء للجسم، اذا مش اهم شيء. طيب وصلنا للرابع، شو هو؟ حبيب الملايين، الكرياتين. اللي بده ياخذ كرياتين او اللي بده تاخذ كرياتين فقط لازم يكونوا يتدربوا بالجيم. اللي بيتدربوش بالجيم ما ياخذوا كرياتين، لانه الجسم اصلا هو هيك بيعمل كرياتين. بس الناس اللي بتدربوا الجسم بحاجه لكمان كرياتين خارجي، بودره كل يوم 5 جرام. ما تسمعوش من الناس اللي بيحكوا لكم كرياتين خطر وبينفعش كل الوقت ضلكم تاخذوه. هبل فاضي. الكرياتين هو الوحيد، حطوها على بدانكم، هو الوحيد اللي بينفع تضلكم تاخذوه طالما انتوا عم تتدربوا في الجيم. وكل يوم 5 جرام، ما بفرق وانت تاخذوه صبح ليل قبل التمرين بعد التمرين، ما بفرق، لانه الكرياتين بتحللش على المحل، بده وقت الجسم يمتصه ويتحلل. فخذوا راحتكم بالكرياتين. طب شو بيعمل الكرياتين يا عهد؟ شغلتين اساسيات. اول شغله بيحبس سوائل بالعضل، لهيك الناس اللي بتاخذ كرياتين لازم تشربوا اكثر مي. والشغله الثانيه بيحمي العضل وبيخليها تتحمل اكثر ضغط بالتمرين. هن هدول الشغلتين اللي الكرياتين هذا بيعملها. بس في نقطه مهمه بدي احكي لكم اياها. 70% من العالم من الناس الكرياتين المكمل الغذائي البودرة بتأثر على جسمهم. في نسبة 30% لو شو ما ياخذوا كرياتين على الفاضي ما بأثر عليهن. فإذا أنت شخص ما بأثر عليك الكرياتين وبتاخذ كرياتين وبتحسوا انه بيساعدكاش، او انت بتاخذيه وما بتحسي انه بيساعدك، فكونوا عارفين انه انتم لسوء حظكم من هذول ال 30%. طيب وصلنا للخامس. شو الخامس؟ احنا مكملين لجماعة اللي بتدربوا بالجيم. حكينا عن الكرياتين، تعال نحكي هسه عن شيء جدا مهم، الجلوكوزامين. شو الجلوكوزامين؟ هذا بسط لكم اياها. السيارات مش بتزيت كل فترة وفترة، القطع السيارات مش بتزيت كل فترة وفترة، الباب إذا بتفتحوا بتسكروه على مدار 20 30 سنة بصير أمراض تطلع أصوات، فبتروحوا عند المفصلات وبترشوا زيت صدى، صح؟ هيك بيساوي الجلوكوزامين للمفاصل تاعتنا. الناس اللي بتعاني من الطقطق بالمفاصل أو أوجاع بالمفاصل أو هيك حكي وخشونة بالمفاصل، انتوا بحاجة تاخدوا كل فترة وفترة الجلوكوزامين لحتى تزيتوا، باختصار تزيتوا هاي المفاصل وتبطل الخشونة موجودة ويبطل الطقطق موجود ويبطل إذا كان في أوجاع، تبطل الأوجاع وترجع شوي صغيرة الحيوية للمفصل ونرجع الغضروف بأحسن حالة قدر المستطاع. فالشباب أو الصبايا اللي بيشدوا كتير في الجيم وعندكم طقطق أو خشونة بالمفاصل، الحل الجلوكوزامين. تعالوا ننتقل إسا لرقم 6. طيب وصلنا للشغلة السادسة،
متذكرين السيموس اللي انا متاكد قسم منكم تفاجأ اول مره بسمعه؟ طب هسه هذيك تتفاجئوا بزياده. الريشه، مش ريشه، الريشه هذا نوع من انواع الفقع اللي موجود بجبال القوقاز العالي والباردة. لسه طبعا الريشه هذا الفقع احنا ما ينفعش نلاقيه، صعب مستحيل انه نلاقيه، ففي منه مكمل غذائي. وعشان تكونوا فاهمين، هذا المكمل الغذائي بالنسبه لي هو معجزه من ربنا، والله العظيم معجزه. طب شو بيساوي هذا الريشه للجسم؟ واحد، بيظبط الضغط بالجسم. اثنين، بخفف السكر بالجسم. ثلاثة، بحسن من بشرتنا. أربعة، بحسن من جودة نومنا. وخمسة، بيعطينا طاقات الصبح بأول نهارنا. عشان هيك بقولكم هذا معجزة، وكل واحد فيكم إذا تسمع مني، كل واحد فيكم بحاجة ياخذ أو تاخذ هدول الفقاعات لحتى تحسنوا حياتكم. طيب هيك خلصنا من الريشة، تعال ننتقل إسا للشغلة السابعة واللي هي الأوميجا 3. أنا أول شيء مش نصحتكم على الريشة، إنه قلت لكم أنتم مجبورين تاخذوها، وهذا أنتم كمان مجبورين تاخذوه. الأوميجا 3 هو واحد من الأحماض الدهنية اللي إحنا مجبورين ندخلها على جسمنا كل يوم، وأصلا لأنه جسمنا هيك ما بيصنع هذا الشيء، فإحنا مجبورين ندخله عليه من الخارج. طب شو بيساوي الأوميجا 3؟ واحد، بخفف من التهابات الجسم. اثنين، بحسن من وظائف المخ ويفتح لنا مخنا أكتر وخلينا نصير نركز أكتر. ثلاثة، بيعطينا أكتر طاقات وبعطي أكتر طاقات للخلايا، وهيك الخلايا بصيروا يشتغلوا بطريقة أحسن. والشغل الرابع، بحسن من المود. بس أنا توصلني كتير أسئلة، شو يعني بحسن من المود؟ كيف بحسن من المود؟ هتحكي لك شغلة واحدة. بكل اوميجا 3 في شغلتين هتبسط لكم اياها، شيء اسمه اي بي اي وشيء اسمه دي اتش اي بكل حبه من هذا الاوميجا 3. هسه انا بدي كل واحد فيكم اللي هو فوق ال 18 سنه يفوت على جسمه بالنهار 1000 ام جي اي بي اي. عشان تقدر تفوتوا ال 1000 ام جي اي بي اي لازم تاخذوا حبتين، وانا باخذ حبتين وبنصح الكل ياخذ حبتين حتى امرات لثلاثه اوميجا 3 بالنهار. بس ليش انا بدي تفوتوا فوق ال 1000 ام جي من الاي بي اي؟ الاي بي اي اذا انت فوتوا فوق ال 1000 ام جي هيك بتخلوا الامعاء عندكم تفرز هرمون السيروتونين اكثر. لانه كونوا فاهمين هرمون السيروتونين اول شيء هرمون السعاده، و80% منه بنفرز من الامعاء، 20% من الراس. فالاوميجا 3 الاي بي اي اللي موجود فيه بحفز افراز الهرمون هذا. عشان هيك انا بدي تاخذوا حبتين، ولما هذا الهرمون بنفرز اكثر انتوا بتكونوا مبسوطين اكثر، بتكونوا سعيدين اكثر، وبتكونوا مركزين اكثر، وفتح لكم مخكم اكثر. فانا بفضل تاخذوا حبتين اوميجا 3 كل يوم. تعالوا هسه ننتقل لرقم 8. وصلنا للشغله الثامنه واللي هي الكولاجين. وعشان تكونوا فاهمين، اذا انتم بتدخلوا كولاجين زي ما لازم على جسمكم، اول شغله انتم بتحافظوا على بشرتكم. ثاني شغله انتم بتحافظوا على عظامكم تكونوا اكثر قوايا. ثالث شغله انتم بتحافظوا على شرايين الجسم. وعشان تكونوا فاهمين، الناس اللي ما بتاخذ كولاجين زي ما لازم على جسمها على مدار سنين الشرايين بتختير وبتصير اكثر خشنه وبتصير اكثر متكلسه. فانتبهوا، الكولاجين جدا مهم. وعشان تكونوا فاهمين، الكولاجين موجود باغلب، هو البروتين يعني، موجود باغلب انسجه الجسم. وبدي احكي لكم كمان معلومه، ان الكولاجين الجسم اللي هو هذا البروتين الجسم صعب يكسره، بيجي هيك ثقيل. عشان هيك انا بنصحكم بهذا المنتج اللي هو مكتوب عليه هيدرولايزد ومكتوب عليه بيبتيدز. شو يعني هدول الكلمتين؟ يعني باختصار هدول بيجوا مكسرات جاهزات الكولاجينات، والجسم بكلهم بس اهلا وسهلا، بتغلبش بانه يكسرهن ويفتفتهن ويمتصهن للدم. تعالوا ننتقل هسه للشغله التاسعه. طيب احنا قربنا نخلص، ضل 3 شغلات اللي هن ترك لكم خصوصا للاخر. تعال نبلش اول واحد فيهن، المغنيسيوم. هسه انتبهوا، قبل ما احكي لكم شو المغنيسيوم واي نوع، الانواع والله العظيم والله العظيم والله العظيم فريت انا على كل الصيدليات. كل المغنيسيوم اللي عندنا هون بالبلاد موجود بالصيدليات، الجسم ما بيمتصه هبل فاضي. لانه هدلاك الانواع هن نوع شيء اسمه اوكسايد، مغنيسيوم اوكسايد، والثاني مغنيسيوم سيترات. وعشان تكونوا فاهمين هدول الجسم على الفاضي ما بيمتصن. تعال بسط لك يا مثلا، تعال نقول بالحبه
في 100 ملي جرام انجك الجسم يمتص 20 و80 زي ما بفوتوا زي ما بيطلعوا. فانتبهوا، انتوا لازم تجيبوا مغنيسيوم اسمه جلايسينات، اللي هذا انا باخده من سنين طويله. الجلايسينات هذا احسن نوع مغنيسيوم. وهذا احكي لكم شغله واحده، كيف الواحد بيعرف انه عنده نقص مغنيسيوم بالجسم؟ عشان كانوا فاهمين اول شيء قبل ما اشرح لكم هذا الشيء، المغنيسيوم بحاجه كل واحد ياخذه، كل واحد فوق ال 25 سنه بحاجه انه ياخذ مغنيسيوم، لانه مش ممكن يقدر الواحد وينجح يدخل المغنيسيوم بالكميه الصحيحه على جسمه خلال النهار، مش ممكن. عشان هيك احنا بحاجه لمكمل من الخارج. اسا المغنيسيوم وين موجود؟ واحد، من الموز، من المكسرات، من كل شيء الاوراق الخضريه، يعني مثل العلة، السبانخ، وكل هاي الشغلات المخيه. بس قديش الواحد بده ياكل مكسرات؟ طب ما هو مكسرات دي دهون صحيه ومنيحه بس فيها كثير سعرات حراريه، قديش الواحد ياكل؟ موز، طب ما كل موزه فيها ما يقارب الخمس معالق سكر، قديش الواحد ياكل موز؟ اوراق خضريه كل يوم ما ياكل تطبخوا سبانخ وعلت وهي شغلات. عشان هيك اختصروا على حالك الباب، خذوا مغنيسيوم جلايسينات كل يوم قبل النوم. ليش قبل النوم؟ لأنه تذكروا قبل شو حكيت لكم كيف الواحد ممكن يعرف انه ناقص مغنيسيوم بالجسم؟ كيف؟ فكروا شوي. صح، بصير في تشنج بالعضلات، تكونوا نايمين بالليل مره واحده بطت اجري مسكت، اي فخدتي مسكت، وهون هذا اول إشي الجسم بضل ضاي انه انا ناقصني مغنيسيوم بالجسم. بنتبهوا، خدوه قبل النوم، لانه كلنا ناقص مغنيسيوم بيعمل تشنج بالعضلات، ولما ندخل مغنيسيوم شو بيعمل؟ بيرخي العضلات، بيعمل العكس. هو لما يرخي العضلات بيساعدكم اكثر انكم تناموا وتفوتوا على شيء اسمه ديب سليب، اللي هو النوم العميق، اللي هناك الجسم بجدد الخلايا وبحرق الدهن وببني العضل. خليها هاي لحلقة تانية. تعالوا ننتقل لسه للشغلة العاشرة القبل الأخيرة. وصلنا لسه للشغلة القبل الأخيرة وهي الفيتامين سي. بس عشان تكونوا فاهمين، الفيتامين سي هذا اللي أنا باخده، بس بشرح لكم عنه. الفيتامين سي أنا بقدر أعمل حلقة 10 دقائق ربع ساعة بس عن الفيتامين سي وشو بيساوي بالجسم وشو بيساويش بالجسم وكل هاي الشغلات. فهسه مش راح اشرح عنه كثير عشان قلت لكم بديش الحلقه تقعد ساعه ونص، بس انا لقدام راح اعمل لكم حلقه، مش راح ابخل عليكم، راح اعمل لكم حلقه خاص نص بس على الفيتامين سي لانه كثير مهم مش شوي، والفيتامين اللي وراه اهم واهم، يعني جاي له. الفيتامين سي عشان تكونوا فاهمين هو بالاساس لحتى نقوي من مناعتنا ولحتى المناعه تكون جدا قويه وما نمرض كثير. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه اللي بدي احكي لكم اياها، كل الناس اللي بتاكل كثير سكر ابيض وبتاكل كتير حلو وبتدخن كتير، الجسم تبعها ما بيمتص الفيتامين سي على الفاضي. بحب اكلكم للاسف. عشان هيك هاي الناس كل شهر والتاني بمرضوا، كل شهر والتاني بنوزلوا، كل شهرين والثالث بصيبن كورونا، لانه الفيتامين سي بالحضيض. تعال ننتقل هسه للفيتامين الاخير. وصلنا لاخر فيتامين اللي هو الفيتامين د. هسه انا سبق وحكيت عن الفيتامين سي انه راح اعمل عنه حلقه كامله شرح مطول، بس فكرته الفيتامين د الحظ ناقص برضو عنه راح اعمل انا كمان حلقه، لانه بجمله جملتين ثلاثه هسه هيك الدقيقه ما بكفي. الفيتامين د لازم تاخذوه فيتامين د دي 3، وانتبهوا انه يكون دي 3 مش اي شيء ثاني. سبق وحكيت انا بديك الحلقه راح احط لكم اياها هون للي ما حضرها واحط لكم الرابط تحت. الفيتامين د هو الكل بالكل، هو المسؤول عن كل العمليات اللي بتصير بالجسم. وأحكي لكم معلومة صغيرة، الناس اللي بتشرب مي منيح وبتتدرب وبتاكل منيح وبتنام منيح عشان وبدها تنزل الوزن ومش عم تنزل الوزن وبطلع عندها ناقص فيتامين د، اعرفوا انه سبب عدم النزول بالوزن هو نقص الفيتامين د بالجسم، لانه مش راح يكون في حرق بالجسم ومش ممكن تنزلوا بالوزن اذا عندكم نقص بالفيتامين د. فانتبهوا حطوه على قدامكم، الفيتامين د جدا مهم ولازم تضلكم محافظين عليه عالي بالعلالي. مش اذا قال لكم الدكتور 25 منيح يعني تردوا عليه، 40 50 60 70 وطالع. انتبهوا الفيتامين د جدا مهم زيه زي الفيتامين سي، خلوه عالي لحتى جسمكم يضلوا على حيله. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا واخذتوا هيك شيء صغير يفيدكم من الشغلات اللي انا حكيتها. ديروا بالكم مش شرط تاخذوا انتم كل هاي الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائيه اللي انا باخذها، اذا انتم بحاجه شيء ثاني. بس حتى لو تاخذوا 1 2 3 صدقوني حياتكم راح تتغير.
فبتمنى تكونوا استفدتوا. اي اشي بدكم اياه، اي سؤال بدكم اياه، تقدروا تكتبوا لي تحت في الكومنتات وراح اجاوبكم. ما تنسوا تتابعوني بالانستغرام، بالتيك توك، كمان بالفيسبوك، لحتى كمان بالانستغرام تستفيدوا من الستوريات اللي انا بنزلها بشكل يومي. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه هنا، تشتركوا بالقناه، تحطوا لايك على الفيديو وتشيروا على الحلقه. خلي الناس تستفيد، تكونوش قليلين خواص، كله هالشير وابعتوها على جروبات العيلة. خلي الناس تستفيد، خلي الناس تشوف شو الفيتامينات المفيدة وشو الفيتامينات الصح وشو المعادن الصح وشو المكملات الغذائية المنيحة اللي لازم كمان هن ياخدوها. بتمنى ساعدتكم، شكرا كثير لكم. نلتقي الأحد الجاي بحلقة جديدة بإذن الله. دمتم بخير.